يا أهلا أحبابنا، النهاردة بإذن الله هنقدم لكم خطأ من الأخطاء الشائعة بالنسبة للميكانيكا في محرك الهوندا في إكس جي إكس، اللي هو محرك طلمبة المية. المحرك ده مهم جدا، أصبح حيوي لمراحل التنقيط والري بالتنقيط، وبالرغم إنه صغير إنما أثبت وجوده وكفاءته في بعض العمليات الزراعية والمعاملات الزراعية زي عمليات التسميد والتحضير الذاتي للمية. الموتور ده على قد ما هو صغير الا انه بيوفر لي 6 حصان باور. هنا الراجل ده بدأ يركب ألسيه صاج. فالألسيه الصاج طبعا معروف ان الألمونيوم بيسخن وبيفقد حرارة أسرع من معدن الحديد. مهمته طبعا في عمليات زراعية كتير. احنا طبعا ده الموتور ده خس الزيت نتيجة ان الألسيه الصاج كان راكب قدام. فطبعا هو بيقول لك ان طبعا اثناء ضغطه بالألسيه الصاج بدأ يسبب تآكل خفيف في الحواف بتاعة منيم الألسية أو الشقة بتاعة الألسية. فأنا طبعا اضطرينا نركب الألسية كاوتش بوسيلة تانية مساعدة بقطعة من القماش بحيث إنها تاكل الخلوص اللي هو عمله بالصاج. وهنبدأ إن شاء الله نركب الحدافة. وطبعا احنا جربناه في الأول الفيديو وأثبتنا إن هو ضار، بس طبعا كان الزيت خفيف فيه لدرجة تعرض للخطورة. يعني احنا دورنا دوارة تجريبية فقط لا غير. وطبعا بنركب الحدافة ونركبها زميلنا علي. طبعا الحدافة ركبت، بتبدأ تبص للمروحة بتاعة تبريد البلاستيك دي وتكون لها 4 تخرام. عندك ال4 تخرام بيتم مطابقتهم بال4 تخرام على نفس الحدافة، وبرضه في خرم تالت بيبقى تبات فيه الشقة بتاعة الشدادة بتاعة المحرك. وطبعا الحاجات دي كلها مهمة انك انت تخلي بالك منها، ومطلوب ان احنا نركز شوية يا جماعة اثناء تركيب، لان المحرك ده على قد ما هو صغير الا انه دقيق، والمحرك حساس جدا، والتعامل معاه يجب يكون بحذر بحذر بحذر. ونتمنى لكم التوفيق واستكمال الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى المزيد من الأخطاء الشائعة اللي هتقابلنا في عالم الميكانيكا والمحركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.